وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فمن يحفظ الأبيات؟ من يحفظ الأبيات؟ من يحفظ القصيدة؟ هذا يحفظها أو لا؟ ها؟ ما أحد؟ اقرأ. تريد إلى 10، 5، 6؟ اقرأ. ربيع مولده في عشر الفضيل، ربيع الأول. ووافق أحسنت. كده بعد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة على المختار. لكن وبعد هاك وبعد هاك سيرة الرسول مخدومة من الرسول. لكن مولده في أشهر الفاضل ربيع الأول المكي، لكنما المشهور ثاني أشهر في يوم الاثنين سبق فضله، ووافق 90 من نيسان وقبله هينوي هانا. وبعد عامين غدا فاطمة جاءت به مرضه سليمة، حليمة لأمه وعادت بأهلها كما أراد. وعادت حليمة لأمه وعادت وعادت به حليمة لأمه وعادت به بأهلها كما أرادت. فبعد فبعد شهرين شقاق بطنه. وقيل بعد 4 من سنه. بعد 40 سن. الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار. وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. مولده في عشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشر في يوم الاثنين طلوع فجر. في يوم الاثنين طلوع فجر، ووافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه حانا. وبعد عامين جاءت فاطمة. وبعد عامين غدا فاطمة جاءت به مرضعة وسليمة، حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد شهرين فبعد شهرين شقاق بطنه. وقيل بعد 40 سنة. طيب، وصلنا إلى البيت 12، وفيه ذكر ما حصل وفيه ذكر أمر بحيرة راهب نصراني
وتقدم معنا أن يعني أبا طالب كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت جدي النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت عبد المطلب كفله أبو طالب، ثم أخذه معه في رحلة تجارية إلى الشام. وقبل أن يصل إلى الشام وجدوا ذلك الراهب بحيرة يسمى جرجيس، يسمونه يعني يدعى جرجيس، فأخبرهم وأمرهم أن يرجعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ولا يذهبوا به إلى الشام، لأن اليهود إذا رأوه سوف يقتلونه، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرا، أي ذهب، وسار أي ذهب عليه الصلاة والسلام نحو الشام أي إلى الشام، نحو الشام أي إلى الشام، أشرف الوراء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الوراء المراد بهم الأنام أي الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، سيد الأولين والآخرين. لماذا سار إلى الشام؟ سيأتي في البيت الذي بعده: في عام 25 ذكرا، أي وكان عمره 25 سنة عندما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام للتجارة لأمنا خديجة المتجرة، كما سيأتي في البيت الذي بعده. كان عمره 25. قال: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرا لأمنا خديجة المتجرة، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. فأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الأولين والآخرين ذهب إلى الشام وعمره 25 سنة في تجارة لأمنا خديجة رضي الله عنها. وقول المؤلف لأمنا خديجة المتجرة هذا إلى ما بعد، وإلا كان عندما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام لم يتزوج خديجة، تزوجها بعد، كما سيأتي معنا ذكر المؤلف. قال: لأمنا خديجة بنت خويلد ابن أسد بن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب. إذن تلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قصي، نبينا محمد نسبه محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي، في الخامس أو الجد الرابع، نقول عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي، الجد الرابع، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خديجة هي خديجة بنت خويلد ابن أسد بن عبد العزى ابن قصي، فهي أقرب إلى قصي من النبي صلى الله عليه وسلم. فخويلد ابن أسد
ابن عبد العزى 3 بينها وبين قصي 3 خديجة بنت خويلد ابن أسد بن عبد العزى ابن قصي بينها وبين قصي 3 أما نبينا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بينه وبين قصي كم؟ 4 محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بينه وبين يعني قصي 4 بينه وبين قصي 4. فقول المؤلف لأمنا خديجة أي لما يؤول إليه وما سيأتي بعد ذلك، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج خديجة في ذلك الوقت، لم يتزوج في ذلك الوقت من خديجة. قال وعاد فيه رابحا مستبشرا، أي عاد في نفس العام بتجارة خديجة وقد ربح فيها ربحا كثيرا، قد ربح فيها ربحا كثيرا واستبشر وفرح، وعاد فيه رابحا مستبشرا. فيعني ربح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التجارة ربحا عظيما. وخديجة أمنا خديجة رضي الله عنها أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم للتجارة لمعرفتها ولما اشتهر عند قريش بأنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، اشتهر عند قريش بهذا قبل البعثة، كانوا يدعونه بالصادق الأمين. فيعني أرسلت خديجة أمنا خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التجارة وربح فيها ربحا عظيما، وهذا الربح لخديجة، وهذا الربح لخديجة وليس يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، هو فقط عامل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما ربح جاء بالمال إلى خديجة جميعا، ليس يعني لم يأخذ منه إلا ما اتفقوا عليه، إلا ما اتفقوا عليه، مع أنه ربح ربحا عظيما. يعني والعياذ بالله طبيعة الإنسان أنه يعني يحب المال، يعني طبيعة الإنسان أنه يحب المال، وصار الكثير والعياذ بالله إذا ائتمن على شيء في تجارة فكان الربح كثيرا أنه بعضهم يأخذ لا يخاف من الله عز وجل، يأخذ من الربح ويقول هذا تعبي، أنا تعبت وأنا، هذا ليس من أداء الأمانة، ليس من أداء الأمانة. وإن كنت ربحت ربحا عظيما أبلغ صاحب هذه التجارة وصاحب هذا المال، ثم بعد ذلك هو يقرر أن يعطيك يعني زيادة على ما اتفقتم عليه أو لا. فلذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التجارة وقد ربح فيها ربحا عظيما، وذكر أهل السير أنه كان معه في هذه الرحلة يعني عبد لخديجة، أنه كان معه في هذه الرحلة عبد لخديجة، وأخبر خديجة بما حصل. ذلك العبد لما رجعوا إلى مكة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر خديجة بما حصل من يعني ما حصل في هذا السفر من أمور يعني فيها البركة، وأمور يعني فيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك رغبت خديجة رضي الله عنها في يعني أن يكون أن تتزوج منه،
فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول امرأة يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 25. قال: وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه أي في هذا العام نفسه، في هذا العام يعني نفسه عقد على خديجة رضي الله عنها، وقيل كان سنها 28 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل 40 سنة. عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة كان عمرها 40 سنة، كما تقدم هي أول امرأة يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبعده إفضاؤه إليها، أي دخل بها، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، فالعقد مقدم على الدخول كما هو يعني معروف ومعهود. يعني إلى الآن يعني عندنا في اليمن وفي يعني غيره من بلدان، يعني البلدان العربية، وإلا البعض، إلا في بعض يعني المناطق وبعض المدن يكون العقد متقدم يعني بأيام، يكون العقد متقدم بأيام، بل لربما بيصل إلى أسابيع، ويعني بعضهم يصل إلى يعني شهر وزيادة، أن يعقد على المرأة ثم بعد ذلك يعني يدخل عليها. وفي بعض البلدان مثل هنا عندكم العقد في نفس والدخول في نفس اليوم، صح؟ العقد في النهار والدخول ربما يكون في يعني المساء أو في الليل. هذا موجود أيضا في بعض يعني البلدان، موجود عندنا في المهرة في اليمن، موجود في المهرة على هذه العادة، هم على هذه العادة. العقد في النهار أو في الصباح يكون الساعة 10، والدخول يكون في الليل. قال: وبعده إفضاؤه إليها، أي دخول النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة، دخول النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة. فبقيت عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي كم سنوات؟ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعمره كم؟ 25. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وعمره كم؟ عمره 40 كما سيأتي معنا. فكان خديجة يعني قبل الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم كم سنوات؟ 15 بقيت عنده 15. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. قال الحافظ ابن حجر: وفيه دليل على عظم قدرها عنده، على عظيم قدر خديجة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مزيد فضلها لأنها أغنته عن غيرها، واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين، لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها 38 عاما. النبي صلى الله عليه وسلم توفي عمره كم؟ 63، صح؟ مات عمره 63. تزوج خديجة وعمره 25. إذن كم هذه؟ 25 إلى 63 كم سنوات؟ 38
وثلاثين سنة، 38 سنة، يعني 5 إلى 30 ثم 30 سنة ثم 3 زيادة فوق ال5 يكون 38 عام. انفردت خديجة منها أي بهذه كم؟ 38 سنة. انفردت خديجة منها ب25 عام، 25 سنة، ومع النبي صلى الله عليه وسلم معه فقط خديجة، لم يتزوج غيرها. 25 سنة، بقي كم من 38؟ 13 سنة، بقي 13 سنة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني جميع زوجاته في هذه الأعوام، عائشة وزينب بنت جحش، ويعني زينب الأخرى يعني نسيت اسمها زينب، وأم حبيبة وسودة، ويعني غيرها ممن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنا يعني ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وخديجة لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بكر، عرفتم بكر، تزوجها وهي كبيرة، قيل 40 سنة، هذا هو المشهور أنها 40 سنة. فتزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين. الأول يعني ذكر اسمه عتيق بن عابد بن عبد الله بن مخزوم، وقد ولدت له جارية من خديجة، أي جاءت ببنت اسمها هند بنت عتيق، والثاني اسمه أبو هالة، هند ابن عمرو بن تميم، وأيضا ولدت له غلام يقال له هند بن أبي هالة، وجارية يقال لها هالة بنت أبي هالة، هالة بنت أبي هالة، هذه من خديجة. إذن تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين، الأول اسمه عتيق وولدت له جارية اسمها هند بنت عتيق، والثاني أبو هالة اسمه يعني هند ابن عمرو بن تميم، وولدت له يعني غلام اسمه يعني هند يقال له هند بن أبي هالة، والثاني وولدت له أيضا جارية أي امرأة اسمها هالة بنت أبي هالة، هالة بنت أبي هالة. وهذه هالة كانت يعني تأتي إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة جاءت فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، سمع صوتها فيعني مثل صوت أمها خديجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هالة بنت أبي هالة، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وقد كان يذكرها دائما كما يعني جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى كلامه يكثر من ذكرها، حتى قالت ما قرت على أحد من النساء ما قرت على خديجة، غارت عائشة. لماذا؟ قالت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكرها، وكان إذا ذبح الشاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الغنم يوصي به ويقول لا تنسوا، بمعنى كلامه يعني أصدقاء خديجة، أصدقاء خديجة، يبعث إلى أصدقاء خديجة وإلى أقارب خديجة، منهم هذه بنتها هالة بنت أبي هالة. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.